لو سمحت يا حاتم ممكن تجيب لي معاك ليفه وانت جاي من مصر؟ من عينيا يا معلم. عايز ليفه من اللي هي الكبيره الخشنه اللي هي كده دي، ولا اللي هي عامله ازاي؟ رجعت بقى لمو الصيف اللي بعده امريكا عشان اشتغل معاه على عربيه الهوت دوج الجميله. طبعا مو قال لي انت ممكن جدا تقعد معايا يا معلم في نيويورك بدل ما تخبط المشوار لحد جيرسي ونيويورك كل يوم. قلت له يا سلام، ده انت راجل محترم قوي. رحت البيت عند مو لقيت ان هو ومراته قاعدين في مكان الشقه اللي انا فيها في نيويورك احسن بكتير. قلت له لا خلاص انا هفضل في الشقه مع الشباب شكرا. رجعت بقى لمو متشوق جدا، طلعت له الليفه من الشنطه قلت له اتفضل يا معلم الليفه اهي عشان تتليف كويس. ها ال $420 دول في الاسبوع ممكن يزيدوا شويه بقى، انا جيت لك تاني صيف اهو. والله يا حاتم انا هكون صريح معاك، الاحداث بتاعه 9/11 اللي حصلت السنه اللي فاتت دي خلت البيزنس عندي مش قد كده، فانا هضطر اديك اقل من $420 شويه، $385 بس في الاسبوع. طبعا انا اول ما سمعت كده شكرت له مجهوداته اللي عملها معايا الصيف اللي فات، قلت له الف شكر يا مو، انا بقى هروح القط رزقي في حته ثانيه. انا عايز اقول لكم بقى ان الشغلانه اللي هشتغلها بعد كده كانت اكتر شغلانه عملت منها فلوس في امريكا، وهقول لك عليها الحلقه الجايه، استناني.